شنو هي الديمقراطيه واش الديمقراطيه كتصلح للمجتمع الجاهل بالنسبه لك؟ بالنسبه ليا ديجا هذا السؤال المطروح راه عنده واحد الدلاله اللي هي شويه سلبيه، بحيث ان كاين واحد التعميم، باسكو ما يمكنش نقولوا مجتمع كامل جاهل. يعني كاين فعلا واحد الجهل عند فئه من الناس، ولا ما نقدروش نقيسوها شحال، ولكن لا يمكن ان نقولوا ان مجتمع كامل جاهل. ثاني نقطه بالنسبه واش تصلح الديمقراطيه للمجتمع جاهل. انا بالنسبه لي الديمقراطيه راه واحد المساله اللي هي ماشي كتكون على حساب واحد المجتمع معين. كاينه ديمقراطيه وحده، وزيدون ان الديمقراطيه راه كترتبط بحقوق. الحقوق الا كان المواطن او المواطنه عندها الحقوق ديالهم محفوظه، التربيه، الحق في الثقافات، الصحه وجميع الحقوق، راه كنظن ان غادي يرفعوا شويه من ان ممكن ان يكون عندنا واحد المجتمع اللي هو مثقف، المجتمع اللي غادي يبغي يزيد بلادهم قدام. السؤال ديالكم كان هو واش الديمقراطيه كتصلح للمجتمع جاهل. ديجا الديمقراطيه اليونانيه هي ديموستراتس، تحكم الشعب. يعني بنادم انسان جاهل ما عندوش واحد نيفو انتيليكتويال، ما يقدرش يعرف الحقوق ديالو والواجبات ديالو كذا. يقدر يوصل حتى المستوى ديال ما يعرفش شنو هي الديمقراطيه، ما عندوش ادنى فكره على هذا. يعني واش تصلح ولا ما تصلحش، ديجا خصنا يكون عندنا واحد لاباز. خص هذيك الطبقه الاجتماعيه اللي كنكونوا كنقريوها خصنا نقريوها ونعرفوها ونعلموها كيفاش تعبر على الراي ديالها، كيفاش تكون عارفه الحقوق والواجبات ديالها. وهكذا نقدروا نوصلوا نقولوا ان الشعب راه خاصو الديمقراطيه ولا ما خاصوش. دونك الا ما كانوش الناس قاريين ما واعيينش ما عندهمش كما قلنا واحد الانتيليكتويال البي، دونك ما عمرهم غادي يوصلوا لهذيك. دونك بالنسبه ليا ما تصلحش الديمقراطيه، اصلا ما كاينش ديمقراطيه. المهم انا الديمقراطيه في نظري هي واحد الكلمه ديال بزاف ديال الحقوق تضمنهم للناس، وهي كيلجأ ليها اي واحد ما عندوش الحق ولا محتاج شي حاجه. اذا انا في نظري الديمقراطيه حاجه مزيانه وين داروها، والديمقراطيه ما كتصلحش للمجتمع جاهل، حيت ما يمكنش غادي يطبقوها وهما ما عارفين حتى الحقوق ديالهم ولا اشنو خاصهم. يعني ما هذاك المجتمع لا تصلح له. إلا كما كنعنيو بالديمقراطيه هو ان الاغلبيه كتقرر المصير ديال الجميع والكل، فانا ما متفقش بتاتا مع هذا المفهوم هذا، لانه بالنسبه لي خص يتعاد النظر في هذا الشيء، خصوصا اذا كان كيتمارس واحد المجتمع جاهل، بحيث ان كيوليو الناس اللي عندهم السلطه كيمرروا الافكار ديالهم وسط هذاك المجتمع الجاهل باش تولي هذيك الافكار هي السليمه. وبالتالي ما كيكونش شي استفتاء ولا ما كيكونش شي حاجه اللي كتحاول توصل التعبير ديال هذاك الجمهور، كيولي الاغلبيه كتصوت على هذاك الشيء اللي هي اصلا ما فاهماش، غير حيت واحد الفئه وصلت ليها بطريقه غير مباشره شنو خاصها تقول، وبالتالي كتولي كتحكم في المصير ديال الشعب كامل. الديمقراطيه خصها تكون كتحمي الحقوق ديال كاع الناس وديال كاع المواطنين، واخا يكون عندي فرد واحد مختلف مع الاغلبيه خاصني نحمي الحق ديالو.